من فرشاة الأسنان حتى آلة الطيران، من اكتشاف القهوة حتى صناعة الدواء، ومن جراحة الرمد وعلاج أمراض العيون إلى جراحات التجميل، ومن بناء الأزبلة والكتاتيب حتى تأسيس أول جامعة في التاريخ. كان هناك العديد من الاختراعات التي لا تستطيع البشرية أن تعيش بدونها، كانت جميعها نتاجاً لأبحاث المسلمين في عهود شهدت زهوة الحضارة الإسلامية في فترة تراوحت ما بين القرن السابع إلى القرن السابع عشر الميلادي. فمن عهد الدولة الأموية حتى الدولة العثمانية أثرت الثقافة والعلوم التي قدمها المسلمون للعالم بالكثير من الاختراعات التي نحيا عليها حتى يومنا هذا. فهل تعلم أن أول بيمارستان أو مستشفى نظامي بني في القاهرة في عام 872 من الهجرة، وهو بيمارستان أحمد بن طولون الذي أسس الدولة الطولونية في مصر، وكان يضم مكتبة سرية إضافة لقسم خاص للمرضى النفسيين. تنافس الحكام المسلمون على بناء البيمارستان في أرجاء العالم الإسلامي حتى وصلت إلى صقلية وشمال أفريقيا، وكانت تمول من الأوقاف الخيرية ومن خزانة الدولة. هل تعلم أن المسلمون هم أول من أنشأ مدرسة للصيدلة في العصور الوسطى، فضلا عن وضع كثير من مبادئ علم الصيدلة؟ هل تعلم أن أول عملية لإزالة إعتام عدسة العين أو المياه البيضاء جرت في العراق في بداية القرن العاشر الميلادي؟ يعد الجراح المسلم أبو القاسم الزهراوي هو رائد جراحات التجميل، وكان ذلك في القرن العاشر الميلادي. قدم الزهراوي موسوعة طبية تحدث فيها عن عملية جراحية لإزالة ورم الأنف والتعامل مع جراحات العيون والأذن والأسنان. قدم المسلمون العديد من المجلدات الطبية تمت ترجمتها إلى اللغة اللاتينية، منها كتاب القانون للعالم ابن سينا. ظهرت الجامعات في العالم الإسلامي منذ أكثر من 1000 عام عبر المساجد، حيث كان العلم الديني والدنيوي جنبا إلى جنب. وتعد جامعة القرويين بمدينة فاس بالمغرب هي أول جامعة نظامية في تاريخ العالم، أسستها فاطمة بنت محمد الفهري. إلى جانب الطب والفلك والرياضيات، حظي علم الكيمياء بنصيب ضخم من إسهامات علماء المسلمين، ومن أبرز الأسماء كان زكريا الرازي وجابر بن حيان الذي يعد مؤسس علم الكيمياء. في بلاد الشام كان العلامة السوري الكفيف زين الدين العميدي قد أنشأ أسلوبا خاصا لقراءة المكفوفين سبق به لويس برايل ب600 عام تقريبا. كان علم الفلك محور اهتمام علماء المسلمين، وتعد إسهاماتهم في هذا المجال هي الأساس الذي استندت عليه علوم الفلك وتطورها في أوروبا. فقد اعتمد العالم البولندي كوبرنيكوس مؤسس علم الفلك الحديث على نظريات نصير الدين الطوسي وابن الشاطر. فنظرية الكواكب والنماذج لابن الشاطر مطابقة تماما لتلك التي أعدها كوبرنيكوس بعد حوالي 100 عام من نظرية ابن الشاطر. هل تعلم أيضا أن آلة الاسترلاب المستخدمة لرصد النجوم هي عربية الأصل، واستخدمها علماء المسلمون على نطاق واسع؟ وذكر العالم عبد الرحمن الصوفي وهو من أشهر علماء الفلك في القرن العاشر الميلادي أكثر من 1000 استخداما لآلة الاسترلاب. هل تعلم أن أول مرصد في التاريخ بناه الخليفة العباسي المأمون وكان في بغداد؟ كان الخليفة المأمون يولي علم الفلك اهتماما خاصا. أخيرا، هل تعلم أن الشاعر وعالم الفلك العربي عباس بن فرناس الذي عاش في قرطبة كان أول شخص يقوم بمحاولة جادة لإنشاء آلة الطيران؟ وكانت محاولته الأولى في عام 852 ميلادي. ورغم فشل محاولاته إلا أن نظرياته في علم الطيران اعتمد عليها علماء الغرب حتى تم اختراع أول طائرة على يد الأخوان رايت. فضلا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.